السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبيباتي في قناتي وقناتكم يوميات ونصايح فوزية. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنشوف أفكار حلوة كتير لهدايا عيد الأم. كل سنة وست الكل والحبايب بخير وصحة وسلامة. كلنا بنحتار، بس أنا جمعت كده شوية مجموعة من الأفكار الحلوة اللي إن شاء الله تفيدكم وتستفيدوا منها وتجيبوا هدية حلوة لست الكل. كل سنة وانتم طيبين. عيد الأم السنة دي جاي معاه رمضان، فمن أحلى الهدايا وأكترها إن هي تكون مناسبة للوقت دوت. ممكن تجيبي لست الكل مكنة الزبادي زهران دي. المكنة دي حلوة قوي وانا جربتها وكنت قايله لكم عليها من مدة. ممكن تجيبها لها، هتبقى كويسة جدا وهدية حلوة قوي، وهتعمل بيها احلى زبادي للعيلة كلها. مكنة الزبادي دي حلوة جدا مناسبة، هتعمل بيها احلى زبادي زي ما قلتلك. كمان هي سعرها دلوقتي بقى حوالي 470 جنيه. طيب لو انت امكانياتك ما تسمحش ان انت تجيبي مكنة الزبادي دي، ممكن تجيبي كمان مكنة الزبادي سكاني. برضو دي حلوة جدا وهايلة. برضو جربتها وجميلة جدا، وسعرها على قد الايد، سعرها حوالي 240 جنيه. وانا كنت جايباها من فتح الله. يعني واحدة ليا وواحدة جايباها لماما. ف وبجد ماما جربتها وفرحت بيها جدا وكانت مناسبة ليها قوي، وعملية جدا، وكوباياتها عملية وحلوة قوي. برضو دي هدية حلوة، ممكن تجيبي عندك النوع ده وعندك النوع ده. ايه تاني ممكن تجيبيه هدية لست الكل والحبايب؟ ممكن تجيبي لها الهاند بلندر ده، او ان انتي بدل تستبدلي القطعة دي تستبدليها بالقطعة المعدن، لو انتي شايفة ان الهاند بلندر، يعني لو انتوا بتحبوا ان انتوا تجيبوه معدن. هو ده انا جايباه وكان حلو، والبلاستيك بتاعه صحي وكويس، علشان لو حتى حابة استخدمه في الحلل التيفال او كده فبستخدمه. بس لو انتي حابة تجيبي لها العمود ده معدن، على فكرة هو العمود ده بيستبدل، وبرضو ده من الحاجات الحلوة اللي ما بنستغناش عنها، واللي اعتقد ان ست الكل بتستخدم الخلاط على طول، فممكن ده تحبه جدا وتنبسط بيه. او ممكن تجيبي لها 2 في 1، فتجيبي لها كبة اللي فيها هاند بلندر، وهتبقي كده عملتي معاها واجب جامد وفرحتيها قوي، لانه هيريحها جدا في المطبخ، يعني هيشيل عنها هم كتير. ممكن برضو بما اننا داخلين على رمضان، فممكن تجيب لها عصارة الموالح اللي هي دي. عصارة الموالح دي ميانتا، كنت عامله لكم عنها ريفيو، وهي حلوة جدا وشغالة معايا ما شاء الله بقالها مدة طويلة. فممكن تجيبيها لها، هتنبسط جدا بيها وهتريحها، تعصر معاها البرتقال والليمون واحنا في رمضان كده. وكل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان. ممكن بقى تدلعي ست الكل وتجيبي لها الساندويتش ميكر ده. الساندويتش ميكر ده هينقل معاها الفطار لحتة تانية، هتستمتع بالفطار كده وهي بتعمل الساندويتشات في الساندويتش ميكر. نوع ميانتا ده نوع كويس. انا على فكرة جايباه الوش الواحد، لان يعني في الاغلب احنا بنستخدمه في الساندويتشات بس، فهي هتلاقيه حلو جدا وسعره هيكون مناسب ان شاء الله. هو انا مش عارفة سعره دلوقتي، بس يعني هيكون حوالي 600 650 جنيه. طيب لو انت بقى امكانياتك اقل من كده وما تسمحش ان انت تجيبي حاجات زي دي، هقولك برضو على افكار حلوة تجيبيها. ممكن تجيبي دفاية. الدفايات دلوقتي في فتح الله وفي كارفور عاملين عليها عروض، علشان كل سنة وانتوا طيبين اخر السنة وكده، فهتلاقي الحاجات دي عليها عروض وتخفيضات. وانا كنت جايبة الدفاية اللي انتوا شايفينها دي قدامكم، وحلوة جدا ويعني ناعمة قوي ومريحة، وكان سعرها مش غالي زي ما كنت قايله لكم في فيديو مشتريات قبل كده. ممكن تجيبي لست الكل طقم المعالق ده بتاع ايكيا. الطقم ده برضو سعره دلوقتي يعني هو طبعا غالي، ما بقاش زي الاول، بس يعني مش هيتخطى 200 جنيه. الطقم دوت هي هتنبسط بيه جدا، هو ناقص واحدة تقريبا. بس هم دول اللي انا عرفت اتحصل عليهم دلوقتي، فهتفرح بيه جدا، وبيبقى الطقم على بعضه كده وجميل، وهتنبسط بيه جدا جدا جدا. فحلو قوي 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 يعني، بجد حاجة حلوة من الحاجات الموجودة في المطبخ، اللي بتخلي شكل المطبخ حلو، بتخليكي سعيدة وانتي بتستخدمي ادوات الغرف دي.
ايه تاني ممكن تجيبيه لست الكل؟ ممكن تجيبي لها التلات طاسات دول، كان سعرهم 225 جنيه. كنت جايباهم برضو في العرض من فتح الله. هتلاقيهم حلوين جدا ولسه موجودين، وانا استعملتهم وحلوين قوي. وزي ما انتي شايفاهم كده هوريكي تخانتهم وحجمهم، فهيبقوا، والنوع ده اللي هو تروفال نوع حلو لو استخدمتيه كويس، بيعيش وبيعمر. ويا سلام بقى لو جبتي لست الكل اسباتيولا معاه، اللي هي المعلقة يعني اللي احنا عارفينها دي، او جبتي يعني واحدة. الطقم ده بيتباع فرداني، لو جبتي واحدة منه برضو هتبقى حلوة جدا جدا جدا. ولو انتي في محافظة ما فيش عندك ان انتي تجيبي الطقم ده، ممكن تجيبي معاه. هوريكي في طقم زي كده بيتباع فرداني او بيتباع على بعضه في زهران. برضو الطقم ده من الحاجات الحلوة جدا اللي بنستخدمها في المطبخ. بيبقوا اكتر من واحدة، كل الاشكال موجودة، حوالي 5. بس ممكن تشتري منه فرداني برضو لو عايزة، فهتلاقيه حلو جدا ومناسب. هي الطقم على بعضه برضو ب200 جنيه، والواحدة حاليا دلوقتي أنا شايفة سعرها 55 جنيه. طيب ممكن تجيبي ايه كمان؟ زي ما قلتلك الدفاية، ممكن تجيبي لها عباية حلوة لاستقبال شهر رمضان. ممكن تشوفي هي بتحب شامبو ايه او بتستعمل شامبو ايه، وتشتري لها عبوة كبيرة او عبوتين 3 يكفوها مدة. طبعا لان بما ان احنا في الازمة دي، فعايزين نفكر في هدايا عملية تنفع وتعيش معاها وتوفر برضو. ممكن تجيبي لها بقى شوية مكسرات بقى، شوية حاجات لرمضان، او تجيبي لها زينة من زينة رمضان تخلي الهدية شكلها حلو وتزيني لها البيت. كل ده ممكن تجيبيه في عيد الأم السنة دي. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يخلي كل أمهاتنا ويرحم كل أم متوفية، ويصبر بنتها أو ابنها على فراقها، ما يحرمناش يا رب منهم. دايما منورين حياتنا. كل سنة وانتم طيبين. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.